احنا الاتنين زي ما يكون حد داعي علينا. اه والله، العيال بتتربى وصحتنا راحت، ولا راجل بيتمر فيه، ولا حتى اهل الراجل سايبيننا في حالنا. ايوه، ولا حتى البيت بينضف. انت دفعت الجمعية اللي عليكي؟ ما دفعتش حاجة. طب دفعت فلوس الدروس؟ ادفع منين ادفع منين؟ ادفع مصاريف الدروس ولا اجيب بامبرز ولا العلاج ولا حاجة السوق اللي غالية؟ هي الفراخ بكام النهاردة؟ ب68، والسمك ب80 وب90 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والطماطم ب20. هو أنت جاي عليا بهمك ليه؟ الله بصحيح، هو أنت جبت هدوم الشتاء؟ لا لسه ما جبتش حاجة. ده العيال بقى يتفتفوا وهم رايحين الصبح المدرسة، مفيش جواكت يلبسوها. ندفع فلوس الدروس ولا نجيب طلبات البيت ولا اللبن ولا البامبرز؟ كل يوم 200 جنيه مواصلات ودروس للعيال هم رايحين المدرسة. نعمل ايه طيب؟ هو احنا ليه بختنا مايل؟ ايه امك دي ما عرفتش تجوزنا جوازات عالية؟ يا ريتنا يا اختي ما اتجوزنا وكنا قعدنا لها في قرابيزها، ولا شلنا هم عيل ولا شلنا هم راجل. كمان العيال والراجل شايلين همهم. دي الأنبوبة بقت ب300 جنيه، انت عرفتي؟ هو احنا كملنا ومال الغلب ده؟ عرفت انها بقت ب300 جنيه بعد البنزين ما غلي. دي كمان وما بتكملش ال15 يوم. بس انا عرفت لك فكرة حلوة، شفت بتاع المطعم بيعملها. فكرة ايه؟ كان حاطط البوتاجاز الصغير ده ومولع عليها، شكله كده كان عاوز يطلق صاروخ قمر صناعي من الحارة بتاعتنا. خدي عيالك وقومي روحي، انا جاي اشتكي لك همي. وانا يا اختي اشتكي لمين؟ انت جايه تتعبي اعصابي؟ ما انت اخت